كده فهمنا انه في ابيديرمس، الطبقه السطحيه اللي احنا بنشوفها مسؤوله عن اللون اللي احنا بنشوفه، مسؤوله عن النضاره او الفيتاليتي او الحيويه اللي احنا بنشوفها. تحتها في ديرمو ابيديرمال جانكشن، عليه البيزل سيلز اللي هي المهمه، الخلايا الجذعيه والميلانوسايتس المسؤوله عن الالوان. الديرمو ابيديرمال جانكشن بيعمل تماسك بين الابيديرمز والديرمز. طبقه الديرمز دي اللي فيها الكولاجين والالاستين فايبرز، وفيها كل الفيتال ستراكشر من بلاد فيزلز اللي نهايات عصبيه لخلايا الفايبروبلاست اللي بتنتج الكولاجين والالاستين، للغدد الدهنيه والغدد العرقيه. تحتها في الكولاجين ممبرين المسؤول عن ربط الديرمز بالهايبوديرمز، وتحتها في الاديبوسايتس اللي هي الخلايا الدهنيه نفسها اللي بتكون عباره عن يونتس او كومبارتمنتس. اليونتس والكومبارتمنتس دي متواجد فيها بشكل عمودي الياف كولاجين. الياف الكولاجين دي مسؤوله عن تماسك الطبقه الدهنيه. نفهم من هنا ايه؟ ان انا لما اكون عايز اشد الطبقه الدهنيه محتاج ان انا احقنها بحاجات تحفز الكولاجين فايبرز اللي بتعمل تماسك للخلايا الدهنيه الموجوده فيها، وده هيكون مفيد لما تكون الحاله فيها مايلد ساجنج، يعني الترهل جدا جدا بسيط. اما لو الترهل وصل انه يكون الحاله مودريت او سيفير، فبالتالي بنلجا للمرحله اللي بعد كده وهي الشد الغير جراحي بالخيوط. ولو الحاله سيفير وجدا مترهله بنتوجه ساعتها الى جراحه الشد. خلاص، يبقى احنا كده قلنا الثلاث مراحل. نفهم من هنا ايه؟ انه حالات المايلد ساجنج دي الحالات اللي بتكون مناسب ليها انها تحقن البايستيميليترز. البايستيميليترز مواد مختلفه، من ضمنها بيكون البولي لاكتيك اسيد، هي اكتر ماده معروفه ومنتشره الايام دي. في ماده اخرى اللي هي الكالسيوم هيدروكسيبيتايد. دول المادتين المتعارف عليهم اللي بيعملوا بايستيميليشن. بالاضافه للمرحله اللي بعد كده هي نفس المواد اللي بتكون موجوده برضو في خيوط الشد، ولكن الخيوط بتديني افكت زياده على البايستيميليشن، هو الميكانيكال تراكشن، انه الخيط بنفسه بيكون شادد بشكل ميكانيكي نتيجه الخيط نفسه، غير انه الخيط وهو موجود هو عباره عن نفس الماده المذابه اللي بتتحقن في الحالات المايلد الخفيفه، فبيديني ميكانيكال تراكشن زائد بايستيميليشن. هنطلع فوق طبقه الهايبوديرمز، في طبقه من الكولاجين ممبرين، ولما بيتاثر الكولاجين ممبرين ده بيبدا برضو ياثر على مساله الساجنج اللي بتحصل في خلايا الهايبوديرمز، وبالتالي برضو البايستيميليترز اللي بتتحقن هنا زي ما بتحفز الكولاجين فايبرز كمان بتحفز عمليه الريبيرنج وعمليه الاستيميليشن للكولاجين ممبرين. نفهم من هنا انه الحقن اللي هيتم عميق في طبقه الهايبوديرمز مش هيأثر بشكل قوي على طبقه الديرمز، لان هو المين افكت بتاعه في طبقه الهايبوديرمز اللي هي الطبقه الدهنيه والكولاجين ممبرين اللي مسؤول عن تماسك الدهون مع الديرمز. اما لو انا عايز احفز الفايبروبلاست اللي موجوده في طبقه الديرمز انها تنتج الكولاجين والالاستين فايبرز، فانا هنا محتاج اتجه لحاجه ينفع ان انا اعمل لها انجكشن انتراديرمال، اي داخل طبقه الديرمز نفسها، عشان تعمل الاستيميليشن افكت المطلوب. هنا ما بنقدرش ان احنا نحقن البايستيميليترز في الطبقه دي لانها ممكن تسبب مشاكل ومضاعفات، من ضمنها الجرانيوليشن او الحبيبات او بعض الانفلاميشن افكت اللي ممكن يحصل. فهنا في الطبقات السطحيه اللي هي الابيديرمز والديرمز بنلجا لانجريدينتس اخف نقدر ان احنا نحصل بيها على ستيميوليشن افكت للطبقات دي وللخلايا المهمه اللي هنا عشان تديني الاكشن المضاد للشيخوخه بشكل امن وفعال من غير ما يحصل مشاكل. مينلي معتمده على ماده الهيرونيك اسيد المعروفه، بالاضافه لبعض الاشياء الثانيه زي الامينو اسيدز، زي البيبتايدز، زي الاكزوزومز، زي الانتي اوكسيدنت، زي فيتامين سي، زي جلوتاثيون، زي ترانكزيميك اسيد او الساكسينيك اسيد المسمى بالعنبر، وده اللي بنسميه السكين بوسترز. كل الانجريدينتس ديت بيكون ليها وظيفه كتريتمنت او ليها افكت ومفعول في طبقه الديرمز، زائد انه الانجكشن نفسه في حد ذاته هو بيعتبر ستيمولنت للفايبروبلاست انها تعمل هيلينج بروسيس، والهيلينج بروسيس في طبقه الديرمز هي عباره عن ايه؟ عباره عن انتاج كولاجين والاستين.